بيبدأ فيلمنا يا عزيزي في مكان واللي بيبقى هو أرض العزة، وبنشوف كل الحيوانات اللي بيبقوا متجمعين، وبنعرف إن سبب التجمع ده علشان سيمبا أخيرا اتولد، واللي ده بيبقى ابن الملك بتاع الغابة مفاسا. وبعد كده بنشوف القرد اللي اسمه رفيقي وهو ماسك سيمبا علشان يعرف الحيوانات الباقية عليه، واللي أول ما الحيوانات دي بتشوفه بينحنوا ليه. وبعدها بنروح عند الأسد سكار واللي بيبقى عم سيمبا، وبنشوفه هو زعلان جدا من اللي بيحصل، بس فجأة بيخش عليه طائر الملك واللي بيبقى اسمه زازو، وبيبلغه إن الملك مفاسا في طريقه ليه علشان هو مرضيش انه يحضر الاحتفال، وبيقول له يجهز عذر كده علشان الملك استحالة يقبل بأي عذر وخلاص. وبعد كده مفاسا بيخش على سكار وبيسأله عن سبب عدم حضوره في الاحتفال، فبيرد عليه وبيعرفه انه كان ناسي ان الاحتفال النهارده اصلا. فمفاسا بيتعصب من رده وبيقول له ان الشبل اللي انت مستقل بيه ده هيبقى الحاكم المستقبلي لارض العزة باكملها. وبعد شوية بنروح عند سيمبا واللي بيفضل يصحي مامته وباباه، ولما بيصحوا بياخدهم معاه لاعلى منطقة في الجبل كله، وبنشوف بعد كده باباه بيفهمه كل حاجة عن المملكة والابعاد بتاعتها، بيعرفوا كمان ان كل مكان قدامهم دلوقتي فيه شمس هو هيبقى الملك بتاعه في يوم من الايام. فسيمبا بيسال باباه عن المكان اللي مش جاي له شمس وفيه ضله، فمفاسا بيقول له ان ده المكان الوحيد بقى اللي انت ممنوع تروح له نهائي، وانه خطر عليه انه حتى يقرب منه. وبعد كده بنشوفهم وهم بيتمشوا مع بعض، ومفاسا بيقول له كمان انه لازم يحترم كل الحيوانات مهما كانت حجمها حتى لو كانت نمله. وبعد كده بنشوف زازو وهو جاي لمفاسا وبيقول له التقرير الصباحي المعتاد زي كل يوم، فمفاسا بيطلب منه يلف علشان يعلم سيمبا ازاي يهاجم على العدو، وفعلا بيعمل كده وبيعلمه، وبيفضلوا يضحكوا هم كلهم مع بعض. بس فجأة بيطلع حيوان من تحت الأرض وبيقول إن الضباع خلاص ظهرت، ومفاسا أول ما بيسمع كده بيأمر زازو إنه يروح سيمبا، بس سيمبا بيبقى مصر إنه عايز يروح معاه، لكن مفاسا بيبقى رافض تماما، فسيمبا بيزعل. وزازو يا عيني علشان يهون عليه بيقول له إنه ما يستعجلش، وإنه في يوم من الأيام هيبقى الملك وساعتها هيقدر يحارب الضباع بنفسه. وبعد كده بنشوف سيمبا وهو رايح لعمه سكار وبيعرفه إنه هيبقى الملك بعد باباه، وبيحكي له ان باباه وراه المملكه كلها من اولها لاخرها. وطبعا من كتر غيظ عمه سكار بيغريه وبيعرفه ان باباه مش عايز يوديه المنطقه الممنوعه دي علشان بس الشجعان هم اللي بيروحوها. فسيمبا بيقول له ان باباه محذره منها وانها منطقه خطيره جدا، بس سكار بيعرفه ان المنطقه دي عباره عن مقابر للافيال. وبعد كده بنشوف سيمبا وهو رايح لمامته واللي بتبقى قاعده مع صاحبتها، فبيستأذن مامته انه ياخد نالا بنت صاحبتها علشان يلعبوا مع بعض شويه، فمامته بتوافق بعد اقتناع منه، بس بيبقى عندهم شرط انهم ياخدوا زازو معاهم. وفعلا بيمشوا مع بعض، بس في الطريق سيمبا بيعرف نالا انهم مش رايحين يلعبوا وانهم رايحين مقبرة الافيال، وبيبقى عليهم انهم يتخلصوا من زازو علشان يعرفوا يروحوا هناك. فبيفضلوا هما الاتنين يلعبوا مع بعض شوية وكمان بيلعبوا مع الحيوانات، لحد ما فجأة يا عزيزي الحصان بيقع على زازو وما بيعرفش يتحرك، فهم بيستغلوا الفرصة لما بيشوفوه كده وبيجروا على طول لحد ما بينجحوا انهم يوصلوا لمقبرة الافيال. بس على مين؟ زازو بيكون ناجح انه ينقذ نفسه وبيروح عندهم بيعرفهم ان غلط اللي هم بيعملوه ده، فسيمبا بيعرفوا انه شجاع وبيحب المغامرات. بس مره واحده بتظهر في وشهم الضباع وبيبقوا عايزين ياكلوهم، فسيمبا بيخاف جدا هو ونالا وبيهربوا، لكن زازو يا عيني ما بيلحقش يهرب فبتمسكوا الضباع وبيبقوا مجهزين الميه اللي هيطبخوه فيها. لكن بعد معافره زازو بينجح انه يهرب منهم، ولما بيجي سيمبا ونالا علشان يدوروا على زازو الضباع بتلاحظهم وبيفضلوا يجروا وراهم، بس لحسن حظهم بيوصل مفاسا وبينجح انه ينقذهم، وبيهدد الضباع انهم لو قربوا من ابنه زازو تاني هيخلص عليهم كلهم. وبياخد سيمبا معاه وبيأمر زازو انه يروح نانا لبيتها، وبيقول لسيمبا انه زعلان منه جدا علشان عمل كده وانه كان هيروح فيها بسبب تهوره، بس سيمبا بيقول له انه كان عايز يبقى شجاع زي ابوه مش اكتر. فابوه بيفهمه انه لما يبقى شجاع لازم يبقى ذكي وما يعرضش حياته للخطر، وبيقول له يبص على النجوم كده، بيعرفوا ان كل ملوك العالم بيبصوا عليهم دلوقتي من خلالها، وان دايما النجوم بتدلهم للحاجه الصح. وبعدها بنروح يا عزيزي عند سكار اللي بيدي الضباع لحمه هديه ليهم علشان يخلصوا على مفاسا ويبقى هو ملك الغابه، ولو هو بقى ملك الغابه هيخليهم يعيشوا في اماكن فخمه وحلوه. وفعلا بيتفقوا مع بعض على الخطه وبيبداوا انهم ينفذوها. وبنشوف سكار وهو رايح لعند سيمبا وبياخدوا معاه المكان فاضي بعيد عن اي حد علشان هو جايب ليه مفاجاه هتعجبه، بس فجاه بتظهر الضباع وبتبقى تهجم عليه. بس بنلاحظ يا عزيزي ان مش الضباع بس هي اللي موجوده، ده في انواع تانية من الحيوانات كتيره بتجري ناحيه سيمبا، فسيمبا بيحاول انه يجري علشان يهرب منهم. وعلى الناحيه التانية سكار بيروح لمفاسا علشان يعرفوا ان ابنه في خطر كبير من القطيع وانهم دلوقتي بيجروا وراه. ومفاسا اول ما بيسمع كده بيجري على طول علشان ينقذ سيمبا، وفعلا بينجح انه ينقذه، بس هو ما بيعرفش يلحق نفسه وبيفضل يمسك في الجبل علشان ينقذ نفسه. ولما بيطلب من اخوه سكار يساعده بيبقى سكار غدار وبيقرر انه يرميه من فوق الجبل، وللاسف يا عزيزي المشاهد مفاسا بيموت. وسيمبا لما بيروح ناحيه ابوه بيبقى مش مصدق انه خلاص كده مات وبيحاول يصحي فيه، بس للاسف هو ما بيصحاش. وسكار ساعتها بيكون بيبص عليه من بعيد وبيقرر يروح له وبيفضل يقول له ان هو السبب ان ابوه يموت، وسكار بينصحه
انه يهرب من ارض العزة للابد علشان الضباع ما تموتوش هو كمان. فعلى طول سيمبا بيجري علشان ما يموتش. بيبقى سكار طلب من الضباع انهم يخلصوا عليه، وفي اثناء ما كان الضباع بيطاردوا سيمبا بيلاحظوا ان هو وقع من فوق الجبل، بس هو بيبقى لسه عايش وما ماتش وبيبقى مستخبي منهم مش اكتر. وبيفضل سيمبا بعدها يجري كتير علشان يبعد عنهم. وبنروح بعد كده لسكار واللي بيبقى اعلن نفسه انه ملك الغابة، وبيعرفهم كمان ان العهد الجديد هيبقى فيه تحالف بين الاسود والضباع. وبعد كده بننتقل لجوز الحيوانات دول واللي بيبقى اسمهم تيمون وبومبا، ودول بقى اللي بيشوفوا سيمبا وهو واقع على الارض من التعب في نص الصحراء، فبيقرروا انهم يساعدوه بصراحة. ولما بيفوق اخيرا بيلاقوه زعلان جدا وتايه ومش عارف يعمل ايه، فبينصحوه يرموا الماضي على جنب ويبدا حياة جديدة كلها فرح وسعادة ويمشي زيهم بقانون الهاكونا ماتاتا. سيمبا لما بيسألهم يعني ايه هاكونا ماتاتا بيعرفوه ان ده قانون انه ما يشيلش هم اي حاجة في الدنيا ويعيش حر كده، وبيستقروا انهم ياخدوه علشان يعيش معاهم، وبيفضلوا يتنططوا ويرقصوا ويلعبوا مع بعض. وبعدها بيدوا لسيمبا حشرات علشان ياكلها، وبنعرف ان ده اكلهم طول حياتهم. وطبعا سيمبا بيكون مش طايق حتى يدوقها، بس لما بيصروا عليه بياكلها وبتعجبه جدا. ومن بداية اليوم ده سيمبا بيكون عايش معاهم طول الفترة دي لحد لما بيكبر، وبيفضل ماشي معاهم على مبدأ الهاكونا ماتاتا. وبعدها بنرجع تاني عند ارض العزة واللي بتبقى اتبهدلت جامد بعد حكم عم سكار. وكمان بنشوف زازو هو سكار حبسه في قفص وبيجبره كل يوم انه يغني له غصب عنه. وسكار وقتها بيتضايق جدا بعد لما زازو بيجيب سيرة مفاسة. وفجأة الضباع بتخش على سكار وبتعرفوا انهم محتاجين اكل، وان ارض العزة كلها ما فيهاش لقمة واحدة، بس هو بيزعق لهم وبيرفض يديهم اكل. وبعدها بنرجع عند سيمبا تاني وبيبقى نايم مع تيمون وبومبا وبيتفرجوا على النجوم. فتيمون بيسأل بومبا هي ايه النجوم اللي في السما دي، فبومبا بيهبد عليه وبيقول له بكل ثقة انها عبارة عن نجوم بتنور في السما، وان السما الزرقاء دي عبارة عن سجاد ملون ازرق. لكن سيمبا بيقول لهم ستوب وبيقاطعهم وبيحكي لهم على الكلام اللي باباه قاله له لما كان صغير، وان النجوم دي عبارة عن الملوك العظام. فبومبا بيفضل يضحك على الهبل ده وبيتريق عليه. فسيمبا بيتضايق جدا انه عمل معاه كده وبيسيبهم وبيمشي. وفي تاني يوم وفي اثناء ما كان تيمون وبومبا بيتمشوا مع بعض في الغابة بتظهر فجأة في وشهم نالا وبتفضل تجري وراهم، بس بيجي سيمبا وبيدافع عنهم وبيتخانق معاها. واللحظة كده بياخد باله ان دي تبقى لانا صاحبته، فبيفضل يفكرها بنفسه وانه سيمبا ابن مفاسة. فنالا بتتبسط جدا لما بتعرف انه لسه عايش وما ماتش. وبعد كده بياخدها وبيعرفها على تيمون وبومبا، وهي بتقوله ان كل اللي في ارض العزة فاكرينه انه ميت. وبتعرفه كمان ان سكار حكى لهم كل حاجة، بس هي بتبقى عارفة انه كذاب ومش بتصدقه. وبتحكي له عن المأساة اللي حصلت في ارض العزة بعد موت ابوه، وان الغابة ما عادش فيها لا اكل ولا شرب، وان كل الحيوانات كل يوم بتتعذب بسبب ان الضباع بقت بتعيش معاهم عادي. وبتقول له انهم المفروض يروحوا لارض العزة تاني علشان انت الملك الحقيقي. بس سيمبا بيبقى رافض انه يرجع نهائي، وان هو ولا ملك ولا حاجة ومش هينفع يرجع تاني. فنانا بتتضايق جدا وبتمشي. بس وقتها بيظهر القرد الحكيم رفيقي وبيقول لسيمبا انه فعلا الملك الحقيقي لان هو ابن مفاسة الملك، وبيطلب منه يمشي وراه بسرعة. وفعلا سيمبا بيمشي وراه لحد ما بيوصلوا عنده بحيرة، ورفيقي بيطلب منه يبص على نفسه في البحيرة. وفعلا سيمبا لما بيبص عليها بيشوف شكله وبيعرف انه بقى شبه باباه جدا. ورفيقي بينصحه نصيحة وبيقول له انه حتى لو باباه مش عايش فعلا هو اكيد عايش جوه قلبك علشان انت بتحبه وهو بيحبك. فجأة بيظهر مفاسة عند السما ناحية النجوم وبيطلب من سيمبا انه يرجع لارض العزة علشان ينقذها من الخراب اللي بقت فيه، وبيأكد له ان هو الملك الحقيقي اللي المفروض يحكم الارض. وساعتها القرد الحكيم رفيقي بيقول له ان كل بني ادم لازم يمر بألم، وان الألم ده لازم نحوله لحاجة مفيدة ونتعلم منه، او نيأس من الحياة خالص للأبد ونسيبه يفضل يوجعنا. وبعد كل ده يا عزيزي اخيرا سيمبا بيقتنع انه يرجع لارض العزة ويواجه حزنه وينتقم من سكار. ولما بيوصل لارض العزة بيتصدم من التحول اللي بقت فيه، وانها بقت مكان خرابة خالص وكئيب وما عادتش الشمس بتدخل فيه زي الاول. ونالا بتلاحظ كمان ان سيمبا رجع وبتبقى فرحانة جدا وفخورة انه قرر انه يواجه سكار اخيرا. وساعتها بتقرر هي وتيمون وبومبا انهم يساعدوه، وفعلا بيخططوا مع بعض الخطة اللي هينتقموا بيها من سكار. وبعد كده بنشوفهم وهم بينفذوها، وبيبقى تيمون وبومبا شغلتهم انهم يحاولوا يلموا الضباع علشان تبعد عن سكار في المكان بتاعه. ولما سيمبا بيلاحظ ان سكار بيضايق مامته وبيوقعها على الارض بيتضايق جدا وبيروح علشان يطمن عليها. ومامته بتتصدم لما بتشوفه لانها كانت فاكراه انه مات. وبعدها سيمبا بيروح لسكار علشان ينتقم منه، وبيهدده انه لو ما تنزلش عن حكم ارض العزة هيخلص عليه. بس هو مش بيوافق، وبيبداوا هما الاتنين يدخلوا في عركة مع بعض، وسيمبا بيديله فرصة اخيرة علشان يتنازل عن الحكم، لكن سكار بيرفض للمرة التانية. وسيمبا بيطلب منه يعترف قدام الكل انه كان السبب في موت ابوه، بس هو بيرفض يقول حتى دي كمان. وبيحاول يعمل لسيمبا نفس اللي عمله مع ابوه يرميه من فوق الجبل، بس سيمبا ساعتها بيفتكر ابوه وبيتضايق جدا وبيقرر انه يصمد. وفعلا بيجمع طاقته وبيمسك سكار جامد وبيضربه وبيقول له يعترف قدام كل الحيوانات
الحيوانات ان هو السبب في قتل ابوه، وفعلا سكار بيجيب لورا وبيعترف قدام كل الحيوانات ان هو اللي موته. وفجأة بتبدأ الحرب يا عزيزي، وهنا كل الحيوانات بيهجموا على الضباع وكله بقى بيتدخل في الحرب، حتى تيمون وبومبا والقرد الحكيم رفيق بيقرروا يحاربوا هم كمان. وبيبقى سكار عايز يهرب، بس على مين؟ سيمبا بيلمحه وبيمسكه بكل قوته وبيرميه من فوق الجبل، واخيرا سيمبا بينتصر عليه. وساعتها نفس الضباع اللي كانت بتساعده بتقرر انها تاكله من جوعها. وهنا سيمبا بياخد حقه وحق باباه وحق كل الحيوانات اللي اتدمرت بسببه. وهنا سيمبا يا عزيزي بيبقى ملك الغابة وبيرجعها زي الاول، لا واحسن كمان، وبيتجوز نالا حب حياته، وبيبقوا كمان خلفوا اسد صغير. واخيرا الحياة بترجع زي الاول واحسن كمان في ارض العزة. وبكده بيخلص فيلمنا يا عزيزي. ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناة، وقولوا لنا رايكم في الكومنتات. باي باي.